اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست اتزان. النهارده بصراحه انا بحب جدا السيلز والكوميونيكيشن سكيلز. ولما بشوف حد شاطر او عدى مرحله الشطاره بقى للموهبه واتقن الموضوع، غالبا هتلاقيه في حته كويسه جدا جدا في شغله ايا كان شغله هو ايه. النهارده انا جايب لكم كورس مكثف في الريل استيت اندستري. شخصيه بدات من سن صغير، في وقت قصير جدا كسرت مليارات المبيعات وقدرت تحفر اسمها في مجال الريل استيت اندستري بشكل قوي جدا. اسمه مسمع جوه عند الديفلوبرز الكبار كلهم وكل الكلاينتس بتوع بقى القصور 150 مليون و100 مليون و50 مليون عارفينه بالاسم. معايا ومعاكم ادهم هشام. ازيك يا ادهم؟ ازيك يا غريب؟ انت منورني والله انا بحبك يعني. والله يا اخي، انت صديقي. انت صديقي والله. عامل ايه يا ادهم؟ والله كله بخير. ادهم حقيقي انت شاطر، يعني انا احتكيت بشغلك بشكل شخصي وشفت قد ايه العملاء بتستأمنك على مبيعات بأرقام كبيرة جدا جدا، بتستأمنك على محافظها الاستثمارية في الريل استيت اندستري. وانت فاهم دي الحتة اللي فيها انفستمنت قوي والمستثمرين بيحطوا فيها أرقام كبيرة، طبعا. وحتة مهمة جدا جدا. بس الأول يعني أنا عارفك كويس، بس يعني المشاهد عايز يتعرف على أدهم هشام. طيب المشاهد يحب يتعرف على ايه بالظبط؟ انا عناية للمشاهد. مين يعني ادهم؟ بدأت ازاي بعد الجامعة؟ احكي لي. والله انا خلصت جامعة وكنت اصلا اسافر بره مصر لاني واخد شهادة من ويلز في لندن. يعني المفروض ان انا اكمل بره مصر يعني في لندن. بس بعد كده الموضوع ما مش عارف، هي الدنيا ما مشيتش يعني زي ما انا كنت مخطط، او ما كانتش خطة، بس اللي هو كنت بحاول اخد سيرتيفيكت اقدر اللي انا بعد كده ادخل في فيلد كبير او كده يعني. بس انا اصلا من الاول بحب البيزنس جدا، يعني بحب ابيع اي حاجة يعني واطلع منها مثلا كوميشن سيرفيس. يعني بحب ابيع سيرفيس احسن ما انا ابيع برودكت بعينه. فاهم قصدي؟ لقيت الموضوع ان هو زيرو كوست بالنسبه لي، وفي نفس الوقت هو فيه شغل كتير، اكسبيرينس وكوميونيكيشن سكيلز وداتا، وبفهم حاجات كتير. بس مش رابط نفسي بحاجات اجيبها وادفع ثمنها ويعني بعد كده ابيعها. يعني كان الموضوع بالنسبه لي ان انا ممكن ببيع معلومه، المعلومه دي فعلا بتطلع فلوس طبعا. فالموضوع ده كنت بحبه جدا يعني. الكلية خلصتها بص، فتره الكليه والكلام ده كنت انا اصلا يعني بودي بيلدر، كنت بتمرن كتير. كنت بحب البودي بيلدينج جدا، بتمرن من وانا في اعدادي. فكنت بحب ان انا ابيع سبلمنتس بقى، يعني كنت بجيب السبلمنت اصلا انت بدأت كده؟ سبلمنت. وكنت عامل كده بيج لسه في صغيره بس الجامعة؟ زمان قوي يعني. وكنت بقى يعني بجيب الحاجه برقم، احط عليه رقم صغير بس اعرف السورس ده. يعني كان عندي مثلا سورسات مش عارف مهندسين في مخزن كده مش عارف سورس مش ايوه عارف، ايوه وطبعا محدش عارف السورس غيري، فاهم يعني. ايوه. هو ده اللي لما اطلع منه. كنت وكان بتبيعهم لزمايلك في الجيم واعمل واكتيفيتي سيلز بس على سكيل لسه في الجامعة، فاهم؟ واعمل عليها ماركتينج واعمل عليها حاجات كده، وادخل الجيم اقول لهم ده موجود وتقدروا اللي انتوا تستفيدوا معايا ونقسم مع بعض يعني في الموضوع وتشير مع الجيم فاهم يعني. كنت بعرف يعني اعمل فلوس من حاجات بسيطة، بس اللي هو وانا ماشي كده طيار. ده سبب كافي يخليك ان انت شارب الموضوع والسكيل من وانت لسه في الكلية بتدرس. انت يعني كنت بتدرس بره وبعدين رجعت هنا؟ لا انا درست هنا، بس الشهادة بتاعت ويلز دي بتتاخد هنا في جامعة معينة، وبعد كده بكمل بره مصر. ايوه فاهم ايوه، قصدي؟ بتكمل بقيه فانا البروجرام بره هناك في الجامعه عندي اللي بره عندي بقى. شهاده يعني جامعه معينه تستقبلني اللي هي ويلز في لندن. المفروض ان انا هكمل تعليمي وما بره مصر. سافرتش؟ ما سافرتش. دخلت الجيش. يعني دخلت قوات جويه، فاهم. قعدت فيها شويه لايك الف 12 سنه جيم، كنت الله عامل اكبر. فورمه جامده وبتاع، فاللي هو كنت اصلا هتاخد برضه صعقه والكلام ده، في ناس عارفاه. بعد كده يعني جدي برضه يعني كان في قصص كده اتصرفنا الحمد لله اتصرفت. فبعد كده بقى خلصت الجيش وكانت رحلتي يعني. رحت كده قدمت في شركة والتانية من غير الذكر اسامي. انت في الاول رحت شركات تتعلم؟ لا يعني انا الاول رحت اتفرج، فاهم قصدي، اشوف الموضوع في ايه. فاهم قصدي. فرحت شركة في الاول ما عجبنيش النظام خالص.
يعني ما عجبكش النظام دي؟ كنت قادر ساعتها تقيم الشغل والشركة والمديرين يعني اشتغلت، قعدت مثلا حوالي 3 اسابيع شهر، اتفرجت كده، لقيت الموضوع هلق لي خالص. يعني لقيت الموضوع مع ان هي شركه على فكره كبيره مش صغيره. على فكرة معظم الشركات الكبيرة كده بدخل يعني. الاقي مثلا بيفطروا، يعني احنا قاعدين في عربيات الصبح خلاص، والدور قاعدين في كافيه، فاهم قصدي، في برنسس. هو ده مش شغل خالص، فانا قاعد مشتت جدا، يعني مش عارف اركز. مش عارف اشتغل. على طول انا عندي حته كده، في مسؤوليه كبيره انا فيها دلوقتي ما شفتهاش عند حد خالص. المهم قمت انا سحبت نفسي يعني. على فكره الاحساس ده كفيل انه يحركك من مكان لمكان، ان انا شايل المسؤوليه، لا انا مش جاي اهزر، انا جاي اشتغل. انتوا لو مش جاي منكم شغل انا هشوف سكه تانية. لا انا حتى مش عارف اركز. ايوه يعني ايوه 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 يعني مش عارف هما، يعني هو برضو في جزئيه انت بتسوشيالايز وفي نفس الوقت بتشتغل ماشي، يعني نقدر ان احنا نوازن بالموضوع ده، بس انا ما كنتش عارف اوازن فيه. يعني ما كنتش عارف ان انا اعمل صحاب، مش عارف تلاقي مساحه تشتغل ولا فيها، الحق اشتغل، ولا عشان عايز اكسب واكبر واعمل فلوس. يعني على طول عندي فيجن، يعني عايز اكبر قوي يعني تحققها. على طول عندي خيال كبير. من وانت صغير يا ادم شايف ده؟ يعني من وانت صغير كان نفسك في الحاجات دي وفي من الارقام اللي وانا انت صغير عملتها او دي ابتديت كانت في دماغك يعني؟ اول لما كنت طبعا اول لما كنت احط رجلي بس في الشغل، انا عارف ان انا عايز اعمل حاجه تخليني ابقى اغنى واحد في العالم. انا نفسي في كده يعني. طب هل اللي مع كان العلم بس كنمبرز يعني ادهم ما شاء الله في 10 سنين 9 سنين بايع باكتر من 3 مليار جنيه. يعني ده رقم مش اي حد يعرف يعمله، مش اي شركة تعمله، يعني رقم ضخم. والله ده كرم من عند ربنا. يعني كل اللي انا كنت انت بعمله. شاطر كمان يا ادهم ما شاء الله هو يعني. الشطاره بالنسبه لي يعني، حتى الناس اللي بيشتغلوا معايا و بقول لهم على طول ما تفتكرش انك شاطر بذكائك والناس اللي بتقول بقى ورك سمارت ومش عارف، يا عم ورك هارد، يا عم يعني ورك هارد، اشتغل كتير، اتعب بجد. هتلاقي في وقت بجد. انا انت يعني بتلم النتائج دي. انا 70% من كل الكلاينتس اصلا، اللي الكلاينتس بتوعي دلوقتي ما خلصوش معايا. امم امم بس بس انت الكلاينتس بتوعي بتوجههم. مين اللي خلص معايا؟ صحاب الكلاينتس دول، قرايبهم، ولاد عمتهم. فانا كل دول اللي بعت هي الناس بقرايبهم. اتعاملت معاك فلقت محتوى كويس، لقت قيمة معينة فبدأت ترشح الاسم، من هنا عملت الكوميونتي ابتدى بقى وبدأت. عندي كلاينتس تانيين اكتر من 70% دول، لدرجه 200 300% من كتر ما انا عندي بحاول ان انا احافظ على صداقه العميل. مش بحته صداقه كمان اللي انا ابيع له، لا يعني انا عايزه يحبني. يعني ايوه انا بحبك ايوه. وانت حبني. في قاعدة في البيع بعيد مشهورة جدا بتقول بيبول باي فروم بيبول داي لايك. يعني. اللي هو انا بس عايزك اللي هو ما تكلمنيش، او مثلا تفتكر اللي انا يعني احنا بنتناقش مش مصلحة، لا انا بشوف اه مصلحتك فين مش مصلحتي انا بس احنا يعني. بنشوف، يعني بعرض عليك انت اللي موجود. الصح ليك ايه وتبدأ يعني ترشح الحاجات المحفظة بتاعته. يعني الكلام ده برضو مؤخرا، بس انا بقالي كتير. ما انا فاهم. في ايوه الاول كنت ايوه، ما لسه بدأتش شاب. كده طبعا. في الاول كنت لسه شاب وعايز ابيع بجد. عايز ارجع تاني الحته دي اه عشان في ناس كتير بتتفرج علينا شباب صغير ولسه داخلين اندستري جديده وانت فاهم يعني. هي اندستري حلوه جدا ومغريه جدا من بره، بس مش سهله. يعني مش اللي هتخش في 3 4 شهور هتعرف تعمل فرق. يعني الاندستري العقارات اندستريز من الاندستريز التقيله يعني. صح. فدخلت فقيمت الموضوع فما عجبكش وخلاص انا همشي. يعني بص، في الشركه الاولانيه. يعني في وبعد الشركه كده بقى. بعد كده انا فهمت اللعبه. فانا ابتديت اللي انا اشتري داتا، داتا ارقام، كومباوندز، داتا ناس معاها فلوس. وصلت للسورسات كلها عن طريق ناس يمكن قليلين جدا. يعني عارف لما بيجي فكره بس الولد ده ممكن يكون معاه سورس، انا بتصرف، فاهم يعني، خلاص جبت منه الداتا، فاهم. انا الفكره كلها ان انا بحاول الاكشنز بتاعتي تبقى سريعه قوي. يعني هو ده اللي انا بلعب عليه لغايه النهارده. يعني لغايه النهارده اما تفكر فكره حققها. يعني ما تقعدش اللي انت تفكر بس. لعلمك دي من اجمل المميزات بتاعتك. لازم. ليه بقى؟ لان ناس كتير جدا بتجيلها افكار حلوه. يعني الواحد يعني بيسمع كل يوم على مسامعه افكار جميله، بس مين اتحرك؟ يعني مين عمل ايه؟ الله ينور يعني. ده اللي انا بتكلم فيه. يعني اللي هو لازم تفكر في فكره معينه تحققها، شوف هتعمل عجبتك ايه اشتغل. عشان تغلط كتير.
عشان تتعلم كتير، علشان في الاخر تبقى واقف على ارض صلبه، يعني تبقى واثق في نفسك. صح. تبقى عندك اول ثقه في النفس بتيجي من تجارب تجارب. كتير انت جربتها غلط كتير، وغلطت وقعت وغلطت مع كلاينت وكدبت عليه وقلت كلمه غلط فخسرته، فده خسرك، طبعا. فده خلاك قلل من قيمتك، قلل من المعنى الحقيقي اللي انت عايزه. هل انا يعني انا بكلمك كان اول خالص، اول بدايه بتاعتي غير تفكيري دلوقتي خالص. طبعا في الاول يلا انا عايز اخلص، والكلاينت كنت بقول كلام مش في الاول كنت ممكن بقول كلام اغلط واقول كلام بغلط، مش هو بكذب، بس. بكذب في نقط معينه كان بيحصل الكلام ده. بس ده مشكله انا ما كسبتش منه، واما كسبت منه ما كسبتش الكلاينت نفسه. فبعد كده انا ابتديت يعني احاول ان انا ابقى بشتغل على هدف معنوي، هدف مش مادي، لان كده كده انت لو بتشتغل هدف معنوي هتكسب كتير. لو ما بتجريش ورا الفلوس هتكسب كتير. لو بتجري ورا الدور او اللي انت تبقى حد بجد برودكتيف يعني، وتبقى فعال، الموضوع كده كده هم اللي هيجروا وراك، لان انت بتحاول ان انت تقدم خدمه بشكل حلو. دي حقيقة. انما اللي انت مش بتجري يلا عشان اقفل بيك انت الديل والكلام ده، لا كسبته دلوقتي بس خسرته بقية العمر. هو ممكن يقعد يفليب 10 سنين وال10 سنين انا شغال معاه واحد. انا 90% دلوقتي من تليفوني اللي بيرن كلها كونكشنز قديمه، غير طبعا الكامبينز اللي بنعملها، بس طبعا يعني الاكتريه بكتير 70% 60% يعني الاسم اللي انت بنيته اكتر، والله اكتر يعني. يعني الشركه عندي كانت هتقع كذا مره، انا لحقتها بالكونكشنز. بالكونكشن. دي السمعه بقى، دي ريبيتيشن يعني دي السمعه ودي الريبيتيشن، دي ان بيلد تراستابيليتي وبراندنج وبيرسونال براندنج وافكار كويسه مع العميل، فبالتالي تبقى واقفه عليا انا مش واقفه على البيع. وبعد ما يعني انا عارف ان انت ما قعدتش في الشركه دي خالص واتحركت، بس يعني الهيستوري او القصه اكيد فيها معاني كتير وفيها احداث أنا كتير. اول واحد خلص معايا الديل ما شافش البيت اصلا، يعني انا عرضت عليه بيت كان بسعر حلو قوي. استنى بس، انت سبت الشركه دي ورحت شركه تانية؟ لا ما رحتش الشركه خالص، انا جبت الداتا انت هنا بقى واشتغلت من وقفت البيت وجبت اوريدي بقى. انا عملت ايه يعني، انا برضو اشتغلت من البيت يا ادهم؟ اشتغلت من الاوضه. انا عندي الاوضه مكتوب عليها كابل تاون ستيتس يعني اصلا انا كاتبها وحاطط يافطه صغيره جدا، وحاطط بقالها كام سنه بقى اليافطه دي البرج محطوطه؟ وحاطط اللوجو. مثلا بقى لي اكتر من 12 سنه 11 سنه محطوطه زي ما هي يعني على باب الاوضه، فاهم؟ يعني بعد اول لما جيت اشتغلت شويه وبعد كده قمت حطيتها، مش عارف ايه اللي حصل يعني. ايوه انت هي دي الشركه وده اسمها وانا عايزها كده. كتبت كده كان ورق زي بتاع اورت يعني رسم كان لونه اصفر ومش عارف لقيته في البيت اصلا. ايوه فقعدت ارسم اللوجو ورسمت. انا اصلا يعني بالنسبه لي اسم كابل تاون ده انا طلع نتيجه لحاجات كتير انا عديت بيها. كابل تاون ستيت شركه ادهم طلعت على انا بالنسبه لي كان اول فتره ابيع فيها كان على طول بيجي لي كابلز. كان راجل واحد وواحده بيتجوزوا مبسوطين قوي يعني. أيوة. كانوا على طول عايز ابسطهم، فانا جاي احقق حلم حاسس هنا اللي فيه عارف دباديب، فاهم؟ ايوه الاتنين دول نفسي اجيب لهم بيت حلو. ايوه فابتديت اسميها يعني حاجه ليها علاقه بالكابل، فاهم؟ الكابلز وتاون ان هي مدينه الكابلز يعني، فاهم قصدي؟ او مدينه فيلينجز مدينه فيها حب يعني، او اتنين لسه هيبداوا حياتهم، فسميتها كابل تاون ستيتس يعني. بس جامد يا ادهم ان يكون عندك المايند سيت ده في سن صغير في البدايه. والله يعني هو مش عارف، هو تحس فيها هواجس بتيجي، فاهم؟ توفيق ده توفيق. انت بتسعى يعني ربنا وهي بتظبط لوحدها. هتلاقي تفاصيل صح كتير، بسعى كتير بس. فدي حاجه بصراحه. فجبت الداتا وبدات تشتغل عليها وقعدت اشتغل اول كوميشن بقى اول بيعه. بقول لك كلمت حد. استنى بس الاول قعدت قد ايه عشان اول واحده؟ لا ده مهم. انا الحمد لله يعني كنت عندي ربنا كان كرمني. طب الحمد لله. وكان عندي تالنت قوي يعني. كان الكلاينت على طول بيحب يسمع وانا بتكلم في التليفون. انت يعني فاهم، بيحب يسمعني حتى هو مش انترستد، بس على طول الكول بتاعتي كانت حلوه يعني. كان على طول عندي التالنت بتاعت الكول من اول لما بدات يعني. عمري ما قلقتش كتير بتاع، ما كنتش خايف حاجات بسيطه قوي في الاول، بس مره واحده لقيت نفسي بنطلق. كوميونيكيشن سكيلز، سوفت سكيلز يا جماعه. يعني لقيت الموضوع جه معايا بسهوله. بس الفكره كلها كان اخدت وقت قد ايه مثلا في اول بيعه؟ الاول لا انا اول بيعه بعد 3 اسابيع بالظبط، 3 اسابيع بالظبط. وبعد كده ده ريت ده ريت ده على فكره انا صليت زي صلاه استخاره
وقلت يا رب لو ما كرمتنيش هرجع شركه تاني يعني. انا عايز اقول لك ده عهد بيني وبين ربنا واشتغلت. هو موجهك. عهد بيني وبين ربنا، وقلت يا رب يعني مش محتاج. عيني انت كان طالما ساعتها- حطيتني كنت فيها ساعتها ساعدني انا، او كلنا بنعمل كده. كنت عايز اقول لك ساعتها يعني. بقبض 2000 جنيه ولا 2000 ونص يعني، كان رقم مش موجود، ده اللي هو لسه السينيور بروبرتي كونسلتنت. زمان ده كان 3000 يعني، كان رقم ده رقم شويه ايوه يعني. ده. فقلت يا رب بص لو انت مديري وانت، انا قلت الكلام ده وبيني وبين بين ربنا عهد لغايه النهارده. مش هحتاج 3000 جنيه افتكر كده كده. انا بشغل دماغي كده بتفرج. انا شايف ان اللي بيتعب بيجي له كوميشن، والناس مش بيهمها اصلا السالري اللي هم بتوع الريل استيت يعني. فقعدت واشتغلت وتعبت بقى. انت السنه العقد ده بس اللي هو كنت بشتغل اللي هو بما يرضي الله على فكره يعني. صعب بتسعى بتعمل يعني تشتغل بما يرضي الله ده ميري، شغل ميري. احكي لي يعني كان يومك عامل ازاي يعني مثلا؟ انا طول عمري بصحى 6:30 بخلص شغل الساعه 12 بالليل بنام. مفيش هزار. بامانه يا ادهم. بامانه يعني. الالتزام لغايه النهارده. سوفت سكيلز عدوا معايا بقى يعني، حللوا كده. سوفت سكيلز والكوميتد. انت ملتزم بالوات يو ار دوينج، لان ما حدش هيصحى الصبح لو انت بزنس اونر هيقول لك التاسكات بتاعتك ايه. ما انت كمان مفيش يعني مفيش سالري فاهم. مفيش بالنسبه لا لك. هو مفيش حاجه، انت بتحاول. ايوه. فانت ما انت النهارده مفيش سالري، مفيش حاجه انت تقدر حياه تعملها. حياه وموت بالنسبه لنفسك يعني. بص يعني الموضوع ده مرهق جدا جدا جدا. كان ممكن لو اشتغلت في شركه اكسب برضو اكسبيرينس. انا بقول لك يعني انا دي حاجه انا ما اعرفش هي صح ولا غلط. انا مدرسه بس انت ما جربتهاش. انا ما اعرفش. في ناس على فكره في ناس كسبت تعرفها ارقام اكتر في ديفلوبرز واصحابي، ارقام كبيره وما شاء الله ناجحين. في ناس بس انا ما كنتش بعرف اشتغل في اريا كراودد فاهم. ما كنتش بعرف اشتغل وسط ناس بتخنق. كنت عندي مشكله يعني. ممكن انزل اخرج اتكلم في كلام لا عادي. خد بالك هقول لك على حاجه. انما مع الناس انا ما كنتش بعرف اشتغل مع الناس يعني. هقول لك على حاجه. انا رايي ان في امبلوي شاطر، ومش بالضروره ان الامبلوي الشاطر ده يبقى مانجر شاطر. مش بالضروره. صح. فاهم قصدي؟ بس في حد عنده السكيل، يعني يعرف يدير ويمانج جنب السكيل بتاعت المهنه نفسها. يعني هو بياع شاطر بس هو عنده سكيل المانجمنت كمان. فاعتقد انت خدت بالك فدرتها من بدري. لا انا اعرف اعمل كده واجيب ناس تعمل كده، فكرت فيها كده. يعني اعتقد توجهك من الاول كان كده. بص انا قعدت اصلا كتير جدا فريلانس يعني. قعدت اكتر من 7-8 سنين فريلانس اصلا يعني. انا لسه طالع الشركه من فتره مش كبيره. لان انا بتكلم في انا كنت مرتاح يعني. كنت بعرف انا اشتغل. الكوميشن بتاعتي باخدها. كان عندي دايره عملاء قويه جدا. وعلى فكره كل العملاء عارفين ان انا فريلانس وقاعد في البيت وتمام والدنيا. بس كنت فايند عايز بيت هتعرف تجيبه لي. اجيبه له في ثانيه واجيبه له 70 مليون ب 100 مليون 150 مليون هتجيبه له. انا وشركات ريل استيت كبيره كانت ما تقدرش تسد معايا انا كادهم يعني. ما كانتش في اماكن محدده يعني. كان معروف اسمي في اماكن كتير. وشركات بحارب شركات وانا قاعد في الاوضه. بس الفكره كلها انا قاعد بعمل ايه؟ جامد. بيحارب شركات وقاعد في الاوضه. كنت بحارب شركات. بالله جامد يا ادم. والله بجد يعني فاهم. ده مجهودي ما شاء الله. لا ما هو اللي انت عامله مش قليل برضه. انا بشتغل كتير يعني. اللي هو انت النهارده مثلا احنا في شركات ريل استيت بروكر بتعمل يعني وقوامهم بال5000 موظف وال6000 موظف تعمل ال3 مليار دول. اي نعم في سنه بس ب5000 موظف. مظبوط. يعني انا عملتهاش في سنه يعني. عملتها برضو في فتره. مش انت عملتها في فتره فتره طويله. توتال بس بطولك يعني. بس بطولي ما فيش امكانيات. ما فيش اي امكانيات معايا. بكسب كل الاكسبيرينس من على الانترنت. وحتى لو معاك فلوس دي مش شغلانه راس مال يعني. دي مش شغلانه اللي هو انا محتاج كابيتال ابدا بيه. لا خالص. لا هي زيرو. كانت محتاجه دلوقتي محتاجه شويه. علشان الماركتينج الكامبينز الكلام ده بقى غالي جدا. بس انت انترستد في ده، شايف ان ده مهم. زمان كان فور فري يعني. كان تقدر اللي انت تكسب فور فري. انما دلوقتي باين كل بقى الشانلز بتاعت الماركتينج والكلام ده زي جوجل بقى مش عارف فيسبوك الكلام ده خلاص. فاهم اللي انا بنكسب كتير من الاخر يعني. فطبق علينا فاهم اللي هو لا انتوا هو تاني يعني الابلكيشنز دي ايوه عندها داتا وانت بتشتري الداتا دي. على فكره انا فده مهم جدا. على فكره ده لعلمك في ناس لسه شغاله بالشنطه يعني. لسه في ناس قديمه
يعني ايه لسه في ناس بتسوق بالورد اوف ماوس ومعتمدة على العلاقات وهكذا. فاهم قصدي؟ انا فاهم مش شايف الزاوية التانية بس مش هيكبر يعني غير بالماركتينج قوي بقى والادفرتايزنج، عشان لازم يدفع ارقام كبيره علشان يكبر ويبيع قصور ويبيع حاجات كبيره، ومش هينفع يعني لازم نصرف جامد. صح. انما زمان كان ممكن تصرف قليل هتنجح وتعمل وتكبر ده وكله. انما دلوقتي كل الناس خلاص عرفت ان انت بتكسب، فلازم تكسب معاها عشان الشانل بتاعتها فعلا بتكسبك، فده حقهم على فكره يعني. انا الموضوع ده كنت متصارع معاه، والحمد لله اما ابتديت الناس تطبق بقى فيز اكبر وحاجات كبيره، انا كنت انا مرن في الحتة دي. ام ريدي تمام كويس. وكمان خففت من عليا الناس اللي كانوا بيبوظوا الماركت، كان بينزلوا بقى اعلانات فيك بقى، كان بيقولوا رونج داتا كتير للعملاء، فكان الموضوع ده احسن لان كده كده هيدفعوا فلوس، فمش هيدفعوا فلوس على الفاضي برضو يعني. دلوقتي والله في ناس بتدفع فلوس برضو يعني، فاهم؟ وبرضه مفيش فايده، بس اللي هو يعني الحمد لله خففنا من الموضوع على قد ما نقدر. ادهم بعد ما خلاص انت اتمسكت بالمجال اكتر واتعلقت بيه وبدأت تعمل اسم، وقررت انك تفتح شركة وتشيل الريسبونسابيلتيز دي، انت كده كده شايلها من زمان يعني، بس فكرك كان رايح لفين؟ ايه اللي انت نفسك فيه؟ ايه اللي نفسك تغيره في الاندستري دي؟ بتفكر ازاي يعني؟ اللي جاي شكله عامل ازاي بالنسبة لأدهم؟ والله يعني انا بحترم كل المنافسين جدا، هم شاطرين، في ناس شاطرين جدا في الماركت، مش كتير مشهورين او معروفين في المجال. بس انا بحاول العب على يعني من خبرتي، بحب او المدرسه اللي انا اتعلمت منها، بحاول ان انا دلوقتي السيلز اللي معايا يتعلموها يعني. تدي خبرتك ليهم. يعني ده هدفك دلوقتي، ان انت تربي اجيال تحت منك بقى تشتغل يعني. يشتغلوا بشكل جديد بقى وشكل حلو ويخليهم الكلاينتس يرتاحوا، لان خلي بالك الريل استيت في مصر مش سهل، لان هم ما بيدوش لايسنس. بره مصر كله لازم، غير في امريكا مثلا، لازم غير لايسنس، هنا. لازم الكلام ده. فانا لازم بنزلهم من تحت، هم بيبقوا مثلا اكسبيرينس برضو، بس لازم بعمل لهم بروجرامز تريننج قويه جدا علشان يقدروا ان هم يبقوا قد المسؤوليه دي، لان الموضوع ما ينفعش يجي واحد يقول رونج داتا او يبوظ الدنيا، لان هو العميل برضو الموضوع بيحط ارقام كبيره وكبيره يعني، يعتبر من اكبر الارقام اللي هو يعني انت يعني انا من حكم اللي شفته معاك يعني، انت بتاع اليونيك بيسز، انت مش بتبيع اني مور خلاص توين اوضتين وصاله لا انت لا يعني اصولك بال150 مليون لا ارقامك يعني عاليه لا، خالص. بنزل برضو مع الحاجات مع الشباب وبنزل عادي خالص، وبشوف برضو اي حاجه بس تبقى يعني كومباوند يبقى حلو، واصلا ما بنشتغلش على اي كومباوندز يعني، كومباوندز اي ستار كوميونيتيز بس. كده كده انت حتى كمان عشان العميل بتاعك، لا انت بتقيم الكومباوند وبتحطه فين انا ومش من اي زمان حاجه انا من زمان اصلا من بتوع ميفيدا يعني، فاهم؟ اللي هو يعني أنا اصلا بيقول لك عمده هناك. يعني ميفيدا بالنسبه لي هي احلى حاجه بالنسبه لي، بحبها جدا. ابتديت فيها وكنت تعبت فيها جدا، وهي اللي انا كونت منها جزء من الثروه يعني، او من الفلوس اللي انا حققتها. والخبرات والعملاء بتاعتي كانت نفس الكلام. بس يعني هو ده الكوميونتي اللي هو الاول كوميونتي عندي، فاهم قصدي؟ ميفيدا ما بنزلش، انت بتبني هنا، ما بنزلش تحتيه. جت فتره كده كان ميفيدا كانت تقيله قوي، كانت الريسيل فيها مش سهل. كان خلاص الشركه بقى برايمري خلصت يعني، فلازم نبيع ريسيل. بس لقيت قمت باصص على الماركت بقى يعني، الديفلوبرز اللي بيعملوا، كان ساعتها بومينج قوي بتاع نيو كابيتال والكلام ده. بصيت بصه كده من بعيد، فاهم ايه ده وبتاع، لا انا مش نفسي داخل. فاهم، قمت راجع، فاهم؟ لا مش هقدر. المناظر اللي مش حلوه، الشكل الاستراكشر بتاع العمارات وحش قوي، الحاجات دي انا مش متعود عليها يعني، انا ما شفتش الشكل ده. انت بتقيم الوضع او المشروع قبل ما تبيعه لعميلك، او قبل ما بتبص لمصلحته هو الاول. انا ما بعرفش ابيع حاجه مش عجباني، مش مقتنع بيها، ما ينفعش. انا ما بعرفش اعمل كده على فكره، كل بايعين كده على فكره. ده مش صح يعني، لا مش صح. ده لعلمك هقول لك على حاجه، انا من وجهه نظري ده الصح لسبب. ليه؟ لا يعني هو بيبقى فيه اذواق يعني، فاهم؟ انت اصل هقول لك على حاجه، هي قيمه مقابل سعر في الاخر. فالقيمه دي قد تكون معنويه وقد تكون ماديه، فهي تركيبه كده، الشروه دي تمامها كده. انا ده في اعتقادي، لو انا اقتنعت ممكن ابدا اريسيل او ابيعها للعميل او انما في ناس بتبيع عشان الكوميشن.
ما انا معاك في النقطه دي برضو. على فكره في اوقات كتير انا عطلت علشان انا ببيع حاجات غاليه جدا في وقت انفليشن بقى ووقت ضغط، وبكلم الناس بمنتهى الطلاقه. انا اصلا من الناس اللي هو رخم جدا، بنزل اعلان ب 50 مليون جنيه كاش، فاهم؟ 100 مليون كاش تعباني. ما بقعدش بقى، طخ. ما بقعدش انزل بس صور وخلاص. هي بينزل يعني الكلاين بيجي لي اما بيقول لي ديتيلز بليز، بقول له ديتيلز ايه؟ انا باعت، انا حاطط لك كل حاجه. يعني انت المفروض تكلمني دايركت، انا حاطط لك الصور بتفاصيل البدروم، بتفاصيل بالسعر، لا انت بالستورج، كمان باللوندري، بتعمل حركه، ومحدد لك اللوكيشن بتاع يعني كل حاجه. بتعمل حركه جميله قوي يا ادهم. انت بتفند لحد 250 مليون جنيه، ده آه رقم. وعلى فكره مش اي حد يعرف يجيب لحد ارقام زي دي. والله يعني في شركات برضو بتمول، بس الفكره كلها ان هو انا بحاول اقلل الانترست ريت بطريقه كويسه. باصص برضه للعميل. لازم. وعلى فكره الموضوع ده انا طبقته بعد فتره، اللي هو لقيت الريسيل تقيل شويه، فحاولت اللي انا احاول اللي انا تجيب الفندات دي على برايمري، على ايه؟ على برايمري يونتس يعني. يا لا على ريسيل كله. اه. لازم اصلا العقد يكون متسلم علشان اقدر اسلمه مفتاح، لان كل القصه انا عايز امولك تستلم وتسكن. امم عايز تسكن، لان في ناس كتير تجربه بتبقى مختلفه دي، خد مش بالك. عايزه تأجر، مش مم. عايزه يعني ما بتحبش ايجار، مش حاسه ان هي بتضيع فلوسها. بس لا، انا مش مع المايند سيت دي، بالعكس لا لا يعني. طبعا. انا عادي بالنسبه لي ان انا اجر، بالعكس يعني ان هو وفر لي بيت وبتاع، انا ممكن اجره، فده انا بستخدمه. مم. فالموضوع بالنسبه لي ما طبعا. برميش فلوس في الارض يعني. لا بس في ناس كتير قوي مصريين بيحطوا المايند سيت لا انا دي عايز يعني. ابيع. مم. لا انا عايز اشتري. اشتري. عايز اشتري بيت اقعد فيه، مش عايز مم. اجر في بيت مم. او فلوسي ما تروحش في الارض. مم. يعني في ناس كتير بتقول كده. مم. فلقيت ان هو لو اجر فهيدفع نفس الانستولمنتس او اقل من الانستولمنتس اللي هو يشتريها معايا. فاهم قصدي؟ هيزود حاجه يعني عليها. هيدفع ثمن الايجار القسط القسط ويسكن. وبقت تمليك. طبعا في انترست عالي مش قليل، لان انا مش ضامن الانفليشن قدام برضو يعني. مم. انت حط نفسك مكاني، ان انا حاجات كنت ببيعها مثلا ب 50 مليون، ثمنها النهارده 120 مليون. فاهم قصدي؟ الكلام ده من سنتين يعني، من اول لاخر 2023 مم. النهارده بدبل السعر والتريبل السعر. فانت برضو مم. يعني انا بحب العميل، بس مش لدرجه ان هو مش هعرف احلله في مش لدرجه ان الانفليشن. هو يسوحني يعني. فاهم؟ لازم كله يبقى صح. فبنحاول انت نحدد انترست ريت معين محدد علشان نقدر ان احنا نساعد بعض بشكل احلى. اه وما بقاش انا خسرت وانت ولا خسرت انت عامل يعني. عليه اوفرلود في السبنس بتاعته. اه آه انت جبت القصر ابو 150 مليون و100 مليون وبتاع، وجبت للراجل الفند بتاعه. اظن ما فيش بعد كده. لا انت عندك بعد كده. انت عامل براند مانجمنت مع واحده من اهم الشركات في طبعا منار محمود. منار احكي لي محمود عن دي الموضوع صديقه، وهي اصلا كلاين بتاعتي يعني. فاهم يعني؟ اصلا. اصلا فاهم يعني. فعلى فكره ده من الحاجات النجاح بالنسبه لي جدا، طبعا ان الكلاين بتاعي يبقى بارتنرشيب معايا. فدي حاجه ده كبيره منتهى جدا النجاح يعني. تقريبا يعني. يعني دي حاجه بقى غير قصه تانية. دي بس كيس. يعني انا بكلمك على منار. لا هي منار شاطره جدا، ومن زمان في الانتيريور ديزاين، وعلى طول واخد بالي ان هي يعني من ساعه ما احنا نعرف بعض بقى لنا اكتر من 5 سنين حاجه كده. وعلى فكره بالمناسبه اصلا منار كانت جات لي كلاينت ازاي بنفس الطريقه اللي انا قلت لك عليها. حد قال لها؟ يعني في صديقتها اسمها منى وكان سروج زوجها، وعنده اصلا قاعدين في ميفيدا برضو، عندهم هناك كافيه وبتاع والكلام ده. انا برضو كانوا عايزين توين هاوس، بس هم لقوه مع حد تاني. بس انا عشان فاضل في صداقه مع سراج ومنى، الاثنين في صداقه، او فلما شافوا ان انا ببذل صاحبتها مجهود يعني معاهم، اللي هو بحاول ان انا اوفر لهم بيت بس مش اكتر. ففضل في لينك موجود. فاول ما صاحبتها جت ما راحتش للبروكر اللي راحت قالت لها روحي لده انا بثق لده. فيه. فاهم؟ علشان انا مش بحاول ان انا ابيع وخلاص. فدي حاجه برضو من الحاجات اللي خلت معايا بارتنرشيب دلوقتي. فاهم يعني؟ هي مش شاطره في مجالها. هي طبعا شاطره و... جدا، من احلى انتيريور ديزاين وانت شفتها. دخلت ذوقها معاها براند حلو. مانجمنت ذوقها حلو عشان جدا. العميل. علشان العميل يعني، علشان النهارده انت كده يعني جبت له فند وجبت له البيت اصلا. يعني انت جبت له البيت الاول وبعدين جبت له فند وبعدين رسمته له انا ديفرنت واي وعلى فكره ان جود انا واي. اخترتها وسط ناس كتير يعني. شفت كذا حد وبتاع، انا اخترتها وسط ناس كتير علشان هي ذوقها حلو يعني. ذوقها يدخل في اللكجري والذوق اللي انا بحبه والكلام ده يعني. تجربه مختلفه توتالي
يعني كابل تاون ستيت حقيقي تجربه في الريل استيت مم. مختلفه. كل البروكرز بيبيعوا خلاص، لا مش ده تمويل وتشطيب، وانا هعيشك في بيت بص، احلامك. أنا من اول ما فتحت الشركه يعني وكده انا كنت عايز اخليها اكبر شركه ريل انفستمنت في مصر وفي العالم. يعني مم. اصلا مش مخطط ان انا اشتغل في كيس واحده او اتنين، انا كل ما يخص البيت هيبقى من اختصاصي. طب عايز اسالك سؤال يا ادهم، المحافظ الاستثماريه بقى، تعال نتكلم شويه عن الجزء ده من شغلك. انت ماسك محافظ استثماريه لمستثمرين كبار معاهم بادجتس بيلعبوا بيها في سوق العقار، والفليبنج ده بيكسب ببرسنتج عامله ازاي، والمحفظه دي ممكن تكون كام؟ يعني كلمني عن الجزء ده في شغلك، فكره انك كونسلتنت ليهم او مستشارهم في الحته دي يعني. بص، الفكره كلها ان من الاول خالص، من اول ما بدات بعد مثلا فتره كبيره من الاكسبيرينس اللي هي مم. عدت الثلاث اربع خمس سنين مم. خلاص، ابتدى يبقى الناس بتثق فيا. فليه؟ لاني ابتديت اللي انا افهم الار او اي ازاي احققه صح بعد اللي فتره. هو الريتيرن اون انفستمنت او العائد على يعني الاستثمار يعني. اتليست عشان البروبرتي كونسلتنت يقدر يمسك محافظ استثماريه لازم ان هو يعدي الخمس سنين، او يعني فوق الثلاث سنين لو هو على يعني. الاقل يعمل له 300 مليون جنيه مبيعات مثلا يعني. مش لازم بالمبيعات، انا مش بتكلم في المبيعات اكتر. اه ممكن على فكره في ناس اقوياء جدا مش اه محققين مبيعات قويه جدا، هو رزقهم يعني كده، فاهم قصدي؟ ايوه ادهم، بس المبيعات الفلوس دليل نجاح يعني. صح صح، ده جزء كبير، بس في ناس تانية يعني بتكسب بس بياخدوا فتره، اه فاهم يعني؟ طبعا. طب هي اه هنا ارزاق يعني يعني. ممكن ناس لسه 3 years experience، بس اللي هو ايه، ممكن ان هم يمسكوا محافظ دلوقتي. في امم ناس ممكن يحققوا مبيعات جامده امم بالحظ، ده اللي انا امم عايز اقول لك عليه اه يعني. طبعا. ممكن واحد يدخل مش فاهم حاجه، يدخل معاه بالك تيجي دي معاه مره بالك واتنين يثق ديل في نفسه يضرب. ببالك ديل في 2 3 ايوه حصلت كتير في الموضوع ده. ايوه. فده ما ينفعش اعتمد عليه في محفظه، ما ينفعش يعني، امم ده حاجه ما تنفعش. امم ودي مشكله كبيره على فكره، وفي طبعا. ناس بتتسوح فيها كتير. لا المحافظ بتبقى ارقامها ضخمه. فلازم اللي انت تكون عندك او بروفيشنال لدرجه محدده، اللي امم انت تاخد المليون جنيه تخليها عادي 100 مليون جنيه، وتخليها 20 30 مليون طب جنيه. خلينا بلاش نضرب ارقام جزافيه، خلينا نتكلم على ريتس حقيقيه. يعني مثلا لو حد معاه 100 مليون جنيه وبيفلب في التجمع والساحل مثلا، ييرلي الريتس عامله ازاي؟ هامش الربح لو عامل معاه ازاي؟ كام؟ 100 مليون مثلا، مم. 50 مليون، الريتس، يا- ريتس الارباح يعني. دلوقتي ولا زمان ولا حط لا مبلغ؟ لا nowadays. ناو دايز دلوقتي احنا بومينج قوي في راس الحكمه. يعني دي اكتر حاجه دلوقتي فيها فلوس. دبي ومصر ضخين مبالغ رهيبه في منطقه راس الحكمه، وهتبقى زي خلاص ممكن تبقى فيرست هوم هناك. يعني عندي ناس انفسترز شارين حاجات كتير جدا، واصلا هيعيشوا ساكنين هناك هناك خلاص. خلاص. وهيعيشوا هناك، وفي ناس قاعده. بس الفتره اللي جايه هتبقى الموضوع هيبقى يعني جديده دي. في ناس خلاص فيرست هوم هتبقى في الساحل، انا اه قاعد 6 شهور الناس اللي هناك، هم خلاص بنزل من القاهره ويك اند. الناس اللي هي خلاص هتبقى ريتايرد يعني، فاهم؟ اه فوق ال60. منطقي جدا على فكرة يعني. وفي ناس كتير فوق ال60 they can afford ان هي تعيش في بيوت خلاص حققوا احلامهم او حققوا ذاتهم في حياتهم، فطالع يقعد هناك. هو عايز يريح دماغه بقى خلاص، ويقعد امم ومبسوط وكده. بس علشان النهارده احقق لحد يعني ريتيرن اون انفستمنت. ار او اي محترم قوي، لازم هي بقى الفكره كلها في استادي للماركت نفسه. فاهم ازاي؟ امم انت شاطر لدرجه او عندك النولج اللي تعرف انا النهارده. يعني الارقام 50%، 100%، 60%، ما الارقام هي عاملة ازاي؟ بص، الكونسلتنت الشاطر جدا اللي هو اللي يعرف ان السعر الحاجه دي هتزيد كمان سنه او سنتين مقابل الماركت كله. يعني ايه؟ يعني مثلا لو عندك الحتة دي واعدة جاي عندك لها طلب. فانت عندك ايه ستار كوميونيتيز مثلا، وعندك مثلا ايه كوميونيتيز، عندك بي بلس. انا على فكره عامل برضو ريسيرشات كتير، دارس الكاتيجوريز بقى ومش عارف انت ايه. مقسمها. وازاي النهارده اللي انت ده فعلا كلاس ايه، وده ايه كلاس بي، وده كلاس بي بلس. امم فعلى فكره لو بصيت بصه من كتر الشغل، انا من كتر ما اشتغلت بقيت بوصل لحاجات يمكن ما حدش بيكتشفها غير بقى ممكن الناس اللي هم سنتين 3 قدام. ممكن الناس يكونوا امم بقى اللي هو في المجال طبعا، ممكن اه يكونوا كاشفينها معايا. اه بيبقوا من الاكسبيرينس بيبقوا فاهمين حاجات مش اي حد يفهمها. امم يعني بيبقوا شايفين ازاي ربنا مقسم فعلا الكاتيجوريز كده، كل واحد في منطقة لا انا دايما ازاي اقول ده اي صاحب يستحق. شغل في مجاله بيبقى ليه نظرة استكشافية غير التاني يعني. طبعا انا طبعا. متأكد من دي.
طبعا. فمقسم السوق كويس وال100 مليون برضو ما تهربش من سؤالي، جاوبني يعني، حاول تديني فلات ريت كده او افريج. ممكن مستثمر داخل ريل استيت انفستمنت مثلا هيشتري بيت او 2 في راس الحكمه او في التجمع او في زايد وات ايفر البليس، وانت بتفلب له الاسيت ده، ممكن حجم الريتس بتاعت الارباح؟ حجم الريتس ده بيعتمد على قوه الديفلوبر نفسه، فاهم؟ مم. هي دي الفكره كلها. يعني مش عايز اذكر اسامي ديفلوبرز يعني، فاهم؟ بس في حد يعمل 30%، في بس حد في يعمل 50%. حد قوي جدا عامل عنده هيستوري جامده قوي، وهو الوحيد موجود مثلا. فاهمين بيتبص لها ازاي؟ انا بي... بحاول اساله كتير عشان انتوا تفهموا للناس اللي بتفكر. يعني في ديفلوبرز او ناس كبار دول ما فيش زيهم، فاقدر اللي انا العب لهم على اليونت، فاهم؟ فاجيب لهم يونت محدده في الكومباوند مش هتطلع تاني، ما فيش ريليزنج منها تاني، او احلى يونت بريميوم جوه الكومباوند، لوكيشنز بقى وزوايا واتقل عليها شويه لغايه ريليزنج لحاجه تانية، فممكن ينزل حد تاني بريليزنج، فهتنزل الشركه بريليزنج عالي مثلا، او بريليزنج على فتره طويله، بس مش السعر الريسيل فيه هيبقى اقل من السعر اللي موجود كبرايمري، وحد عايز يستلم عايز يسكن مثلا كمان سنه خلاص، فريليزنج جديد هيبقى كمان 4 سنين. فاقدر ممكن حاجه انا جايبها له ب 100 مليون جنيه ممكن احط عليها 20 30 مليون جنيه في اوفر، بنتكلم في السنه اللي بعديها يعني كسبت 20% مثلا او 30% من الموضوع في سنه يعني. انا كذا مره كسبت واحد يعني اكتر من ده ما يستلم مثلا. لا انا في 6 شهور في 8 شهور كسبته اكتر من 80% من سعر الوحده. طن عادي جدا يعني. على فكره هي الريل استيت والعقارات لا هي اكسب ارباحها كده بس يعني. لا مش لاي حد. ممكن واحد يتزنق فلوسه في طوب احمر ما يعرفش يطلعها غير من خلالي، فاهم؟ دي حقيقه. وفي ناس بتشتري وهي يعني هقول لك على حاجه حصلت. وفي كلاينتس اتسوحوا وقلت لهم انتوا ما تاخدوش الحاجات دي. هو ده اللي كنت هتكلم عليه دلوقتي. اشتروها وقلت لهم مش عارف ابيع لك الكلام ده خالص دلوقتي. انت دلوقتي في شركات تكسبك كتير. اللوكيشن انت واخد وحش جدا، مين هيدفع الارقام دي كلها دلوقتي في اللوكيشن ده يعني؟ مين قال لك؟ انا فعلا على فكره انا بحب الكلاينت بتاعي لدرجه لا بتنرفز عليه. ايوه مين قال لك ازاي تتصرف كده؟ ايوه ساعات بزعق بهبل بقى، فاهم؟ انت مين قال لك تشتري؟ ده غلط جدا، فاهم؟ ايوه كنت استنى يا عم، كنت هجيب لك حاجه احلى بكتير يعني، مش علشان انا يعني انا شفت قدام عيني ناس اشترت من بروكرز بدون ذكر اسماء الله يسامحهم يعني، انا عارفهم اصلا، وهو ما درس اقتصاديات عميله. هو مش عارف مثلا يقدر يستحمل الريتس دي قد ايه مع هيتزنق في الاقساط ولا لا، انت الكابيتال بتاعك انت ما درسهالوش، ما عادش مكانه حسبها له، يزنقه ما يعرفش يكمل، يضطر بقى يحرق في سعر اليونت علشان يعرف ما يتحبس، فاهم؟ انت عشان ما يتحبس. انت خش. لا هو يعني الحمد لله مفيش حبس ولا حاجه، ولو حصل ايا كان الديفلوبر بياخد اليونت والموضوع بيعدي بسلام. بس اللي انا بكلمك لا بتبقى شيكات وبتاع بس لا يعني الدنيا بتتظبط ويعني مش يعني حتى مهما دخلنا في حاجه مش هنتسوح لدرجه دي يعني. ممكن وانا اسمع شيكات يعني فاهم، حتى لو شيكات يعني بياخدوا اليونت بقى، بيبقى فيه شروط جزائيه والكلام ده ان هم ياخدوا اليونت بقى خلاص، مش هيتحبس بس هيتغرب. بيديله فلوس بس بيخصموا نسبه برضو علشان فاهمك. بس اول كوميشن فاكره طبعا. ما بقول لك انا الكوميشن الاولاني ده الراجل ما شافش البيت اصلا. احكي لي. فبقول لك بقى بس انا وصل معاه يعني هو برايس، فاهم يعني؟ از شقه كانت بساعتها بقى 2 مليون جنيه، كان رقم كبير. طبعا كان الماركت برايس تشتري شقه في التجمع مثلا. كان الماركت برايس بيتكلم في 3 مليون. فانا مره واحده كلمته وقلت له انا كنت دارس الماركت في زمن قليل ما يتعديش شهر ونص. وهو عنده احتياج. فقلت له بص انت اليونت اللي بتدور عليها بنفس السبيس بالكونديشن اللي انت عايزه باللوكيشن انا جايبها لك ب 2 مليون 200 من 3 مليون، فاهم؟ قال لي طب يعني هعمل ترانسفير. قلت له خلاص ابعت لي يلا ونعمل ترانسفير دلوقتي. عملنا ترانسفير وخلصنا الديل. ما شافش انا قلت له يعني انا كلمته 3 مرات لدرجه ان انا كنت فاكره بيهزر. بقول له طب انت مش هتشوف بيتك يعني ولا ايه؟ قال لي لا مش يعني انا بقى هكلمك تاني. عارف انت اللي هو يعني مستثمر كبير ولغايه دلوقتي صديقي، وبنتكلم كل فتره قريبه على فكره يعني، كل اسبوع بعدي عليه، فاهم؟ بنتكلم مش اللي هو بعدي عليه شخصيا، لا بس انا على طول يعني في ابلكيشنز بقى على الموبايل بتوصل ادهم عايز يدور ايه، فكل كلاينتس عندي على الكونتاكتس فاوريدي كله بيعدي عليه ادهم، فاهم؟ كل يوم، فاهم؟ فاللي هو
فاي ريكوست مثلا، اي مش عارف ايه، وانا على طول يعني بقول لك مثلا يا كذا، انا عندي كلاينت عايز حاجه مثلا دلوقتي ب 3 مليون يو اس دولار، مم. فاهم؟ ما عندكش حد، هي الكونكشنز الكتير، هي اللي فاهم؟ بتخلق الفرص. هي اللي بتخلق بقى. فبعد كده يجي لي حد فاهم هو اللي معايا، فالحد ده مم. فاكر قصه قبل كده، هو ده بقى الشغل، هو ده السعي، صح هي دي بقى. الكوميونتي والسعي. مم. آه، من خبرتك كده، الشباب اللي داخل الريل استيت اندستري، لو هتقول لهم نصايح او هتوجه لهم. اتقوا الله، عشان نتكلم دغري، اتقوا الله، فاهم؟ يعني اشتغلوا مظبوط، على فكره هو ده اللي بيجيب فلوس، مش اللي هو يلا وبسرعه وتقعد تضرب البيعه، والشغلانه صح. دي ما بتجيبش فلوس. خلي بالك العميل بيبقى اصلا عارف ان انت بتضرب البيعه، مم. والعملاء مش عبط خالص، العملاء بيبقوا اشطر منكم. فلازم نهدى، لازم ما نعرفش نقول ما نعرفش، ما فيش مشكله يا جماعه. انا كتير قوي في الاول قلت ما اعرفش، انا ما اعرفش، عادي مم. جدا، اديني بتعلم، اديني بفهم. وعلى فكره ده العميل بيحترمه اكتر من اللي انا عارفه خلاص، دي حقيقة. عشان بيقطع عليك لو كده قال انا كده. ما مش عارف، خلاص معنى كده انت مش هتلبسني في حيطة يعني. لو في حاجة انت بالعكس، مش عارفها بيبقى هتروح شايف ان تسأل انت فعلا. عندك جزء من الامانه كبير، تقول انا مش عارف. على فكره دي شجاعه، يعني ان مم. انت يبقى عندك اللي انا ما اعرفش، فدي مم. شجاعه. مم. نحاول ان احنا نوصل للعميل بقلبنا، نوصل لقلب العميل، مش بس عشان نطلع منه فلوس. لا، على فكره العميل ده واحد فكرة هو بيقول الكلام ده من قلبه يا جماعة. العميل ده يعني بجد من قلبه هو بيعمل كده. يعني العميل هو زيك، يعني انت بالظبط. انت حط عميل، نفسك انا مكانه. عميل دلوقتي. مم. يعني انا على فكره مم. الاول ما كنت، على فكره انا وصلت بالطرق دي اللي انا ابقى عميل دلوقتي. مم. بقى يكلمني ناس ماركتنج كول كتير، وبقى يكلمني ناس مش عارف ايه. وعمري في حياتي ما رديت على حد كماركتنج كول. انا يعني بشجع اي حد بيشتغل او بيتجه في اتجاه الشغل، يعني فاهم قصدي؟ ما ده بتحركش على لا ما التليفون. حرجوش، لا 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 اخري معلش، انا بقول له معلش انا اسف، انا في ميتنج، يعني انا مم. بوصل معاه لكده. مم. عشان انا كنت سيلز مزعج جدا، يعني ايوه انا كنت ايوه. بعمل يا جماعه 1000 كول في اليوم، 1200 كول، لو حد بقى بنتكلم هم فاهمين، الشباب فاهمه ده يعني ايه ده مثلا ده رقم. 500 كول 600 مم. كول. لا انا كنت ممكن من الساعه 12 ل 12 بعمل كولز موبايلي، انا لدرجه ان انا كنت بظبط ستوب ووتش، اللي انا المكالمة. ازاي بعمل المكالمه ورا التانيه بسرعه، وبطول قد ايه في الكول. كان عندي السكيل اللي انا اقدر، اللي انا مم. اشوف قوتي في الموضوع قد ايه. كنت سريع جدا في الكولز، يعني كنت كنت بتنافس نفسك. كنت بتحدى نفسي على طول. مم. يتقوا الله ويسعوا وما يكسلوش ويشتغلوا، وما تعتمدش ان انت بتبيع، احنا بنقدم سيرفيس بس، بنقدم خدمه مظبوطه. مم. او انا لما بقعد مع كلاينت بقعد اقول لنفسي ادم مش هو ده اللي هتطلع منه فلوس، ده هتقدم له بس خدمه بس، اللي بعد هو اللي هتطلع منه فلوس، عشان ما حسيتش نفسي ان انا عايز الراجل ده في هو فلوس في دلوقتي. الفلوس دلوقتي. لا انا بتعامل معاه اشوف مصلحته فين، ايه الصح المفروض يعملوه له، ابدا اكلمه افهمه، اوتوماتيكلي ده لوحة اعلانات بالنسبة لي. بالنسبه لي بالظبط. الكلاينت لما بيقول لي عايز اخلص، بقول له طب خد وقت فكر. بيقول لي عايز اخلص، بقول له طب معلش بكره، طب اقعد فكر. فالراجل اصلا بيبقى هيتجنن، لا هيتجنن. بالذات احساس انك تمتلك بيت ده برضو اقول لك حاجه، مره احساس كنت مش سهل، يعني احساس نازل حلو. من قصر جامد، فاهم؟ امم. ونازلين ووهموا جدا القصر طب ده نقدر نعمل ايه ونخلصه ازاي، وكان عايز جزء برضه فاينانسنج ولا انا فاند يعني اه. وبتاع. قلت له طبعا انت مبسوط جدا بالقصر، انما مش واخد بالك ايه اللي في ظهري ده، صح؟ قال لي ايه اللي في ظهري؟ قلت له ده السور، يعني انت هتقعد على السور، فاهم؟ ده تمام بالنسبه لك؟ قام بص لي كده قال لي ده نيجاتيف، قصدك بالنيجاتيف، فاهم؟ قلت له نيجاتيف طبعا، انت قاعد على السور، ده تمام بالنسبه لك؟ كان ساعتها انا يعني معايا القصر كان حلو بس هو الفيو سور على الكومباوند. فكره الموضوع ده من قريب مش من بعيد، امم. فاهم؟ وكان معايا نمره مين اصلا، يعني هو كان من بره مصر، وكان معايا نمره مراته، امم. فاهم؟ اول لما قلت الكلمه دي اما مراته بص، لقطتها. قام بص لي، هم استغربوا جدا، فاهم؟ احنا كنا هننفذ. هو ما كانوش واخدين بالهم، انا كنت واخد بالي ان هم مش واخدين بالهم. امم. دي فكان الامانه. فكان الراجل مش عايز يزعج نفسه امم. بحد، كان برضو ان هو ياخد تليفونه هو اللي نفسه. لقيته بيقول لي ادهم نمرتك كام؟ ف انت كنت بتتواصل مع مراته؟ فبيكلمني، فبيقول لي انت عامله دون ديسترب. قلت له بصراحه يعني بس انا ما تقلقش، هو وصل لي فخلاص تمام. انا دلوقتي عملت ايه؟ انت نورت له كشاف على 150 مليون جنيه مثلا يعني. كسبته هو، سيبك من فلوس. طبعا، ما انا بقول لك انت نورت له كشاف كان هيحطهم في والله حته. العظيم لو رزق وكده كده جاي، لو كان سور، جاي لو جاي. كان باصص على مساكن شعبيه، لو اسكان مم. شباب، كان خلص. مم. الحاجات دي من الاخر
انا بلعب بيها كده اللي هو اكتر، دي بتملاني اكتر، للي قدام وليك انت شخصيا كمان. بتملاني جدا، اللي هو انا النهارده عملت حاجه صح بجد، قدمت شغلي صح، عملت دوري 100%، فتمام يا رب، تمام، انا انام، عملت اللي عليا انام مرتاح، انا مم. كده عملت اللي عليا بما يرضي الله. في فيلسوف عظيم اسمه مازلو لما قسم هرم الاحتياجات الأساسية للبني آدمين، يعني كانوا 5 احتياجات أساسية، على رأسهم من فوق خالص التقدير الذاتي. أنا مين، بفيد الناس في ايه، قيمتي ايه. طبعا الارباح الماديه وفاينانشال لازم احقق ذاتي، بس في الاخر فايدتي فين في المجتمع اللي انا عايش فيه ده، صح. هي دي بتحسس الواحد بقيمته يعني. ادهم، حقيقي الكلام معاك ما يخلص. انت شخص ممتع ومليان، وعندك من النجاح اللي ناس كتير قوي يعني تتمنى توصل له الحقيقه، وشباب كتير بتبدا في ريل استيت وحاسه بقد ايه المجال مش سهل، والمجال محتاج مجهود ومحتاج صبر، ولكن حقيقي انت حققت المعادله الصعبه في 10 سنين، قدرت تحقق مبيعات ب 3 مليار جنيه، فده رقم بعون الله يعني. انا مش انا بس، على فكره أنا كل معظم البيعات اللي ربنا قال لي انت تعبت فانت تستحق حاجه، يعني ملهاش علاقه باللي ممكن انا تكون ما تعبت بذلتش في البيعه دي اي مجهود، خالص انت خالص. بذلت في اللي معظم قبلها كتير. بقول لك 70 80% من الحاجات اللي انا هي تعبت. كده يا صديقي، هي البلان كده. انا عايز لا تحتسب، هي ال كده. البلان اللي انت عملتها مش هي الحقيقه خالص. امم عايز اقول برضو ان جاز بلان. اغنى اغنياء العالم، يعني اول 5 من العالم دول مش مورثين، عشان لا. الناس كلها فاكره ان بابا جاب لهم وما جابت لهم. لا لا، هم الناس دي كانت تعبوا جدا، اتفرموا. يعني يمكن سادس واحد اللي هو ارنولد براندو، ده اللي هو كان باباه عنده عقارات في فرنسا كبيره وشركه كبيره، ده كان اصلا ملياردير او يعني بليونير، هو واخدها كده يعني. وبعد كده كبر، وحتى ما كبر ما وصلش الناس من الصفر، يعني بقى السادس، فاهم؟ انما الناس اللي هي بدات من الصفر، اللي هي كانت حياه وموت، دي اللي وصلت على الابيض. يعني في معيدين ومش عارف، مارك كان معيد اصلا في الجامعه، ولاري بيج اللي هو بتاع جوجل، وورين بافيت كان بخيل فشخ، فاهم؟ لا، وصورهم في القبو، ولوي فيتو كانت في قبو برضو. بولمر، يعني مش اسامي كتير. طبعا ايلون ماسك بقى رقم 1، وكل الناس عارفه ان هو خسر ثروته كلها قبل ما يطير الصاروخ، ده هو خسرهم كذا مره، مش مره واحده ايلون ماسك. خسرها واتطرد وخد فلوس بعد كده، يعني معناه اللي هو اصلا مش همه الفلوس. كان زمانه كان ممكن يقول انا معايا فلوس وخلاص اشغلها وخلاص، هو كان نفسه هو لحد النهارده بيشتغل يقدم سيرفيس حقيقيه، فاتداين وفلوسه وقع، فلوسه خلصت واخترد وخد فلوس اكبر وبنى نفسه مره يا واثنين جماعه وثلاثه. الفرصه موجوده، تقدر تبقى اغنى واحد في العالم عادي، تبقى رقم 1. على فكره انا عندي كده كلمه جوايا على طول، اما بتعب قوي وبقعد اخلص، طبعا كله عارف صراع الريل استيت والديلز بقى، انا تعبت ومره واحده هو بيتكلم بالراحه خالص وبثبات انفعالي، بس هو شيء يعني بامانه شيء لا يعني. انا تعبت جدا جدا أنا طبعا. قعدت على الرصيف وقلت يا رب، يعني بتاع مره او مرتين كنت تعبان بجد، وقلت انا هكمل، وقلت يعني بقول للدنيا انت لو فاكره اللي انت قدي فانت مش هتقدري عليا، انا هاخد منك كل حاجه، يعني عشان تبقي فاهمه صح. انت اصلا متسخره عشان انا، مش صح. انت، مش انا متسخر عشانك. صح. فالشمس بتيجي دي الصبح البليفز ليا، دي مش البليفز بامر ربنا ليا، خلقها لي، فعادي جدا لا اخد مني كل حاجه. لازم على طول يعني تآمن بجد ان انت هتحقق، او السعي بتاعك اي حركه تجاه السعي ده كريدت عند ربنا، انت بتعمله ربنا بيز شايف اوف امتى في ميعاد معين. هو الكول اللي انتوا بتعملوها دي كريدت، انت بتشوفها، بس هو لا بيقول لك لا انا كلمنيش تاني او مش عارف لا، ايه. الشغلانه صعبه وكم رفض كبير على فكره طول ما انت مليان مش تبقى صعب طبعا. هي لو انت بالشخصيه اللي انت بتتكلم بيها دي طبعا مش صعبه. انا من الناس اللي هو بجد ببقى عليا شيكات وبص طلعان عيني ايوه، والدنيا بايظه، ومتفائل وعايز اشرب فنجان قهوتي وهبيع وشغال، قاعد وجوايا فاهم ايه، شيطان بقى جوايا هتسوح انت مش عارف ايه. ايوه سوح ايوه ازاي يا طبعا. ابني وربنا موجود. صح، ونعم بالله يا ادم، يعني انا باذل مجهود وربنا قال بالله. فاهم انت لو بذلت مجهود انا هديك، ان الله لا يضيع اجر من احسن. فبس فالموضوع مقفول يا جماعه على فكره يعني. بس في ناس على فكره بالنسبه لها الموضوع بيبقوا فاهمين، يعني الناس مش حمير، لا طبعا الناس فاهمين كويس ومش اغبياء، وفاهمين ان انا عشان ابقى حاجه كبيره لازم هبذل مجهود خرافي طبعا خرافي طبعا. ففي ناس على فكره انا اعرفها مش عايزه توصل في ناس قنوعه يعني خلاص هو بيقبض اكس مبسوط كده، مش عايز يبذل المجهود، عايز يخرج مع اصحابه بالليل كل يوم. لا انا مقابل ده، لا انا سبت ده.
انا سبت كل حياتي. انا بشتغل من زمان من بقالي 12 ل أكتر 12 من بصحى 6 الصبح. لا انا بشتغل 18 ساعه شفت يعني فيديو بشتغل. لكريستيانو رونالدو انا جامد قوي. بشتغل يعني بنتكلم في 16 ساعه. يعني ايوه عارف ايوه. يعني ايه؟ عارف انا لما اشتغل 10 ساعات امم انا دماغي تقول لي ادهم انت ما عملتش اللي عليك النهارده. يعني انت متخيل الصوت؟ وعلى فكره انا بوصل لحاجه زي بانيك اتاك، ده لازم بوصل لها كل اسبوع، يعني كل 4-5 ايام بيجي لي حاجه اسمها دز، فاهم؟ كهرباء زياده. اول لما بسمع فاهم اللي هو الدز الكهرباء الزياده، انا افهم هفصل دلوقتي اللي انت عشان خلاص. فاضل لك ايوه لقطه وتنفجر، خلي بالك انت في الارم دلوقتي، فاهم؟ فساعتها اقول لا تمام انا كده. انا مره رحت للكوتش، كنت اول مره اسمع كلمه بقى بيرن اوت. قال لي محمد انت بيرن اوت. قلت له ماشي بكام يعني؟ ايه في ايه؟ قال لي لا انت لازم تقف خلاص، لازم تفصل دلوقتي عشان انت هتبدا تضر نفسك، هتبدا تاخد قرارات غلط، هتبدا. فالبني ادم فعلا لازم يتعلم سكيل انه للي زيك للي زيي يتعلم انه يفصل. ده في ناس فاصله، معرفش بس هو ده في ناس فاصله على طول يعني. يعني تمام كده وخلاص وراضي وانا هشتغل بالفلات ريت ده وخلاص. هو مش مش ما عندوش ما نوع من انواع عندوش الطموح الباشن دي يعني. وما عندوش الكلام ده. وعلى فكره انا بحترمهم جدا. ده كويس، وانا بس ساعات سبحان بقف الله. الموظفين اللي عندي بقول لهم يعني يا ريتني انا زيكم، ايوه بجد يا ريتني زيكم. ايوه. انتوا بتقبضوا، اما مم. بتتعبوا بتحوروا يعني، فاهم قصدي؟ وبتقبضوا وانا برضو الدنيا بمشيها. وبس بتروحوا تناموا يعني ما عندكوش. انت صاحبهم يا ادهم، انت بتتعامل معاهم بصداقه. بص جات لي فترات كنت طف قوي مم. وما نفعش. لازم يبقى العاطفه موجوده، طبعا. لازم. از ليدر لقيت اللي انا يعني بخسر ناس كتير. ممكن الناس دي بعد فتره يتعلموا حاجه. لقيت لما بقيت طاف قوي ما لقيتش الناس البروفيشنال قوي اللي انا نفسي فيهم. يا ادم انت مش هتخلي الناس كلهم ادهم، يعني مش هتعرف تخلي الناس 14 ساعه الناس شغل، طاقات، 15 ساعه، الناس طاقات. مش هتقدر تعمل الكلام ده. فحاول تحافظ على الناس. وفي حد بالكلمه وحد بالفلوس وحد بالتقدير لا وحد انا بقى كنت واخدها انت كده بتنصب عليا، انت جاي أيوه. بتشتغلني وراح أيوه. مشاوير اي كلام. أيوه. فاللي هو بتروح تاخد مرتب انت كده بتسرقني، انت كده مالك حرام انت يا كده صاحبي. حرامي انت حرامي. فكنت ماشيها كده. بعد كده قلت يعني امشيها بالحب، فاهم؟ وفي نفس الوقت في حته، لا في حته هم عارفين اما لو قلبت، فاهم؟ مش على انت فكره ليك ستاندرز. هم كمان بيحترموني وبيحبوني يعني. حاجه مهمه جدا. عندهم حته كده اما مثلا يعني لسه حد كان باعت لي من وانا جاي، فاهم؟ انا بس مش هعمل كولز علشان مش عارف ايه. قلت لها ايه اللي انت عايزاه بالظبط، يعني اللي انت عايزاه. فلقيتها بتقول لي لا انا ممكن اعمل لا عادي خلاص بس كده في 20 كول بس هخلصهم على وارجع فكره هي لك. مش خايفه مني خالص. لا هي مش خايفه على زعلك او خايفه على التيم وهي مش ليدر بتاعها. على فكره في حته جميله جدا وقويه، مش محتاجه الفلوس. فهي اما بشوف الكلام ده بتقولي طب انا ممكن لو انت زعلان اعمل يعني تكبر في نظرك اعمل اكتر. الكولز اكتر. فانا طبعا ايه كنت مخنوق اصلا وفي ميتنج فهمت. بس انا ابتديت اتعلم الموضوع ده بقالي فتره. خلاص اللي هو ما ينفعش اتجاهلهم، فلازم ابقى اقرب منهم، ابقى صاحبهم، مش امر ورفض ولا او لا لازم اوصل لقلبهم، يعني لازم توصل لقلبهم. مجموعة مواصفات كويسة. البني آدم حقيقي يقعد يسمع ويتعلم أكيد الكلام ده. اتعلم منك العفو يا حبيبي، والله بجد انت شاطر يا أدهم، وده مش كلام يعني، أرقامك اللي بتتكلم مش أنا يعني. وحقيقي حلقة مثمرة جدا جدا يا أدهم لأي حد داخل الريل استيت اندستري. أنا من كل قلبي بتمنى لك كل التوفيق ودي مش آخر حلقة والله. بعد ال6 مليار لينا حلقة كمان. ان شاء الله. انا اتشرفت بيك يا ادهم جدا انت شاطر جدا، انا بحبك جدا بجد. شكرا يعني. يا صديقي. انا كمان مقتنع بيك جدا على فكرة يا ادهم يعني وانا مقتنع بيك جدا بجد يعني. من اشطر الناس اللي شفتها. اتمنى تكونوا استفدتوا. كورس مكثف ريل استيت اندستري. لو محتاجين اي سؤال اي استفسار ايفن كمان انا ممكن احط لكم تحت في لينك الحلقة الايميل بتاع شركة ادهم للي فيكم عايز يتعلم. شكرا.